السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا نخش كده هنقول نعمل ايه. طبعا احنا معانا كريم شانتيه او كريمه خام. طبعا احنا هبدأ ان انا اضربها. طبعا بنحط السكر زي ما احنا عايزين، لان دي بتبقى خام يعني ما فيهاش سكر. ومعانا هوز ومعانا توينكس. يلا بقى نبدأ. طبعا اول حاجة ان احنا هنعملها، احنا هنعمل تورتيه صغنونة. طبعا بأقل التكلفة خالص. التكلفة دي يا جماعة كلفتني 30 جنيه بس. تعالوا بينا نشوف ايه التكلفة دي. معانا طبعا توينكس ومعانا هوز. طبعا انت التوينكس انت بتقسميه نصين اتنين، وبتروحي ايه ارسمي بقى زي ما انت عايزة ترسمي. ارسمي في الصينية بتاعتك او في اي حاجة انت حابة في الطبق بتاعك او اي حاجة. طبعا انا كان عندي طبق كده تبع جاتوهات. كان عندي يعني طبق بتاع الجاتوهات، فانا حبيت ان انا اعمل فيه التورتايه بتاعتي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا ايه، زي ما بيقولوا برسم بعمل معمار هندسي وكده. كان فاضل لي شويه واجيب مسطره واقعد اعمل بالسنتي. وبعد كده هبدأ ان انا انزل بيه الكريم الخام واظبط الدنيا. يعني عايزاها تبقى متساوية، وتبقى طبعا الكمية بتاعت الكريمة كتير علشان خاطر تديني طبقة عالية شوية. طبعا انا ولادي طبعا ايه قعدوا يقولوا لي يا ماما احنا عايزين حاجة مختلفة شوية. قلت لهم عينيا زي ما انا معوداكم ان انا هعمل لكم ايه حاجات مختلفة. طبعا كده هنزل بالهوهوز. طبعا قسمته برضو نصين. بس اهم حاجة وانت بتحطيه، حطي الطبقة اللي هي الشوكولاتة لمة الكريمة تحت. اوكي، لان انتوا لسه هتحطوا كريمة تانية فوق، وهي هتبقى متظبطة. لما انتوا تحطوا كده وانت بتقطعي بالسكينة، الشوكولاتة طبعا مش هتعكس معاكي في السكينة وانت بتقطعيها، يعني في القطاعة بتاعتك وكده. لا بالعكس، هتنزل معاكي كويس جدا وانت بتقطعيها، لان هتبقى اللي في وشها تبقى زي كيكة. هبدأ بقى ان انا انزل بالكمية بتاعت الكريم شانتيه. طبعا انا ايه عملت بقى وخلصت وكده، فانا بدأت ان انا اجيب بقى ايه من البولة بتاعتي كريمة. وهبدأ بقى ان انا اغلفها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا التغليف بتاعي يعني ايه مش قسطة يعني، لا ده عادي يعني. بس انا حبيت ان انا افرح ولادي. ب30 جنيه بس يا جماعة، يعني 20 جنيه تمن كيلو تمن بس. كريمة ب20 جنيه. الخام بتبقى غالية شوية. اوكي، وبعد كده 10 جنيه توينكس هتقضي الدنيا وهتعمل لي كيكاية مية مية. وطبعا انا كان عندي المكونات التانية دي، انا كان عندي من عيد ميلاد اسيل. فطبعا انا كان متوفر عندي، يعني انا ما اتغرمتش اي حاجة. لو انت هقولك على التكلفة بتاعتها بالظبط، 20 كريم شانتيه، 10 توينكس. ويعني حسب برضو الرغبة، لو انتوا عايزين تكتروا تمام. لو انتوا عايزين تعملوا يعني طبقات كتير، طبعا بتجيبي ب10 وب10. وطبعا ب2 جنيه بس لون اللي هو الأحمر اللي هو بتاع الفراولة. وطبعا بيبقى عندك الفانيليا، عندك رشة فانيليا كده بتحطي رشة فانيليا. لو انت عايزة طعم الفراولة بتحطي طعم الفراولة. طبعا انا حطيت دلوقتي طعم الفراولة، لاني انا عايزة يبقى لها طعم كده كويس يعني، عشان الاطفال يعني وكده. طبعا انا هبدأ ان انا اروح اجيب ايه اللون. هتحطي على طرف المعلقة تمام، بس انا حطيت كده بالويم يعني ان انا عارفة ايه المقدار وكده. حطيت ايه نص معلقة لون. طبعا اللون ده يا جماعة صحي عشان خاطر محدش يقلق يعني. اللون ده صحي بتاع الطعام يعني. بعد كده هبدأ ان انا عملت له ايه، عملت لون مختلف. طبعا انا هقضيها لهم يعني، لازم اقضي لهم التورتيه بتاعتهم. كده بقى هبدأ ايه ان انا ازين بقى التورتيه بتاعتي. طبعا هسيبكم بقى ايه مع الموسيقى كده، وانتوا بتتفرجوا على التزيين بتاع التورتيه. بس هو التزيين طبعا مش اللي يعني ايه، اللي هو يعني مش الحلو قوي ولا الوحش قوي يعني. انا حبيت ان انا ارضيهم بصراحه، وما حبيتش ان انا اطلع المكنه بتاعت الكريم شانتيه وكده يعني. فانا حبيت ان انا اقضي الليله بصراحه يعني. الليله دي كانت نص ساعه بالظبط، كنت انا مخلصه الدنيا كلها وتمام التمام. وكلوا منها كمان نص ساعه، كانوا اكلوا منها. والله نص ساعه آه، كانوا اكلوا منها يعني. مش مكلفة، ولا بتتكلف معاكي في الوقت ولا في اي حاجة خالص. لو انت عندك ضيوف وحابة ان انت تدلعيهم،
بنص ساعة بالظبط، وهم قاعدين كده يرغوا شويتين. خشي مثلا اعملي هاتي يعني 5 جنيه توينكس و5 جنيه هوهوز، وطبعا ظبطيهم بقى. طبعا هيدعولك يعني. اللي بصراحة انا دقتها كانت تحفة. طبعا اللي مش حابب يحط اللون الاحمر فعادي، يعني في الوان تانية، بس طبعا دي اللي كان متوفر عندي، فانا حبيت ان انا اعمله. وبرضو ب2 جنيه و3 جنيه اللون ده هيملتصوكي، يعني ايه، هيدنوا معاكي كتير. لان يعني اللي هو ده. بس اهم حاجه وانت بتقولي للعطار، قولي له عايزه لون طعام. تمام. بس كده. يلا بقى بينا اسيبكم بقى مع الاغاني. اسيبكم في رعايه الله. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم وانا خفيفه على قلبكم. اسيبكم في رعايه الله. باي، مع السلامه.